السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على صراحة، سؤال صعب شوية. بتقول إن ابنها 5 سنين شافهم أثناء العلاقة. هي بتقول إن احنا عندنا طفلين أكبرهم 5 سنين، وكنا في وقت السحور. احنا أسرة محافظة الحمد لله. وغالبا الطفل ده ما بيصحاش في الوقت ده إطلاقا، وبيروح الحضانة بتاعته الصبح، فعشان كده بيبقى نايم في الوقت ده. ف هم اثناء العلاقه لقوا الولد موجود في الاوضه بتاعتهم، مش عارفين هو بقاله قد ايه. طبعا كان الارتباك سيد الموقف. هي سترت نفسها بسرعه، خدت الولد دخلته اوضته وشربته ميه ونام. وصحي من النوم الصبح، راح الحضانه. الولد معلقش، ما اتكلمش على اي حاجه. زوجها منهار نفسيا بسبب الموقف ده، وما راحش الشغل النهارده، ومش عارفين نتصرف ازاي. طبعا احنا بنأكد على كل زوج وكل زوجة ايا كان عمر الاولاد، لازم نخلي بالنا من الموضوع ده جدا جدا جدا. احنا جات لنا رسائل، لو حد متابعنا من زمان كانت على الصفحة القديمة. بنات في ثانوي وبنات في جامعة وأولاد كبار بيبقوا عارفين إن بابا وماما دلوقتي في علاقة، بسبب عدم يعني أخذ الاحتياطات اللازمة، بسبب إن مفيش مراعاة إن الأولاد صحيين، الأولاد كبار، إن في أصوات معينة الأولاد بيسمعوها. فياريت نخلي بالنا، لأن ده بيشوه الأولاد نفسيا، بيدمرهم نفسيا، بيعمل مشاكل ملهاش علاج. ولكن في الحالة اللي احنا فيها دي، اعتقد ان الموضوع مش هيوصل للنقطة دي. رقم واحد، الطفل صغير غير مدرك اصلا، يعني 5 سنوات بيبقى ناقص الادراك بشكل كبير جدا، ومن 7 ل 18 برضو ناقص الادراك، لسه ادراكه مش كامل بشكل كبير. ولكن في المرحلة الصغيرة دي، ولسه صاحي من النوم، وفي وقت هو في اللي هو وقت النوم العميق، فاكيد هو مش منتبه، مش مدرك، مش مركز ايه اللي بيحصل. والا كان عبر عن ده بصويت، بصريخ، بسؤال، فهو كان غير مدرك. فاحنا هنعمل ايه؟ نتصرف ازاي؟ رقم واحد، ماما هتقول له: يا حبيبي، انت ايه اللي صحاك بالليل؟ انت كنت محتاج حاجة؟ اصل انا يعني شفتك موجود كده، ما كنتش عارفة انت واقف بقالك قد ايه. هبتدي اسأل الطفل، اشوفه هو شاف ايه، هو حس بايه. طيب لو هو ما شافش حاجة، مش متذكر حاجة، خلاص نقفل الباب تماما. طب لو هو شاف، اعرف هو ايه اللي وصل له. احيانا الطفل بيظن ان كان في خناقه بين بابا وماما مثلا، بيظن ان بابا كان بيضرب ماما، بيظن ان كان في حاجه غلط. فانا اقوم اصحح له الصوره الذهنيه، اديله صوره واحكي له انا حكايه تنفي عنده تماما الناحيه دي. تمام. طيب لو طفل كبير شويه وشاف وتاثر واتصدم، لازم اعرفه ايه اللي بيحصل بالضبط. احنا دي علاقة خاصة بين الزوجين. خلاص هو الولد هيروح وهيسأل وهيدور، ولو هو عنده جاتله يعني حاجة نفسية، صدمة نفسية، لازم نروح بيه لحد متخصص. علشان وخصوصا بقى لو كان في مراحل عمرية لسه في البداية، 12 13 سنة، يعني ايه، المراهقة داخلة بقوة عليه. فده لازم يتابع مع حد علشان يفرغ عنده الحاجة دي. كتير والله من الناس اتعرضوا لمواقف في الطفولة دمرت حياتهم بشكل بشع. فاحنا ربنا يحفظ اولادنا جميعا ويحميهم. نركز كويس جدا يا جماعة، نختار الوقت ونتأكد الأولاد نايمين مش نايمين، نبقى قافلين على نفسنا كويس. الصوت، الحاجات دي مهمة جدا. نسأل الله أن يحفظنا ويحفظكم ويسترنا ويستركم، وأن يهدي أبناءنا وأبناءكم، اللهم أمين. وجزاكم الله خيرا كثيرا.